ولا عجن ولا جلاش ولا رقاق طري ولا رقاق ناشف ولا اي طريقة. انسيها الطريقة ديت. في 5 دقايق تكوني عاملة فطير شرقي رهيب يا جماعة. مش قادرة اوصف لكم طعمه وحلاوته، وازاي طري وازاي مورق وازاي كده طعمه جنان. وفي 5 دقايق بس هتكوني مجهزاه. وطبعا الفراخ اللي انتوا شايفينها دي فراخ المكنة، عرضتها في الفيديو اللي فات، لازم تروحي تتفرجي عليه حالا، هيعجبك جدا. وازاي صلحنا السيخ بتاع الشوي وشوينا عليها الفراخ. اهم حاجة هننزل نضغط لايك وهنشترك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل علشان نتفرج على كل الفيديوهات. وطبعا ما ننساش نشير لكل اصحابنا وحبايبنا. شايفين بقى الفطير وحلاوته؟ عايزة اقول لكم بكمية لحمة متعصجة عملت احلى فطيرتين في الدنيا. في 5 دقايق كنت عاملاهم. زي ما انتوا شايفين كده، عندي 3 بصلات كبار فرمتهم وبعصر المية بتاعتهم علشان اخد ميتهم للشوي بتاع الفراخ، يعني عشان اتبل بيهم الفراخ. هناخد بقى البصل اللي احنا فرمينه دوت، ونروح كده على النار هنشوف هنعمل ايه او هنعصق اللحمه بتاعتنا ازاي. عندي 300 جرام من اللحمه المفرومه، هحطها كده تاخد صدمه، وهنزل عليها بشويه فلفل اسمر، ودي فلفلايه رومي حمراء. نقدر طبعا نحط فلفل الوان اصفر واحمر، كل الالوان اللي انتوا حابينها. واحط معلقه من الهريسه، واحط البصل المفروم معايا اللي احنا عصرناه مع بعض بالشكل ده. واحط كمان جزرايه مبشوره علشان اكتر كميه العصاج معايا. عايزه اقول لكم بيدي كده تسكيره للحمه، وبيديها طعم وريحه حلوه جدا، الجزر والفلفل والبصل كل ده مع بعض. عندي بقى الصواني اللي هعمل فيها الفطير بتاعي، احط فيها سمنه بالشكل ده او زبده، هي زبده يا جماعه. وعندي هنا عيش سوري. عارفين العيش السوري؟ نقدر نجيبه من الحلواني، او اللي هو بيبيع مستلزمات حلواني، او من عند اي حد زي ابو عز كده مثلا بيعمله ويبيعوا بالرغيف. نقدر نجيبه من المخبز، نقدر نتحصل عليه من السوبر ماركت، من اي مكان منتشر قوي يا جماعه، ونقدر نجيبه من كل مكان. احط بقى العصاج بعد ما فردت كده كام رغيف من العيش السوري، وعملت قاعده علشان اللحمه يعني ما تتسقطش من الناحيه التانية. احط بقى العصاج بتاعي واحط عليه شويه جبنه موتزاريلا بالشكل ده علشان العصاج بتاعي يقفش في بعضه. الجبنه هتديني لذاذه وهتخلي العصاج يلم كده على بعضه وما يتفرفتش معايا. هلم بقى الفطيره بتاعتي بالشكل ده، وهنا هلفها او هقلبها الناحيه التانية. بصوا بالشكل ده، هقلبها كده الناحيه التانية علشان تديني شكل الفطيره. هدهنها برضو زبده، او هي خدت الزبده من الناحيه التانية، اسفه، هي من الناحيه التانية لما قبل ما اقلبها كانت واخده من الزبده. هحط بقى شويه جبنه موتزاريلا وادخلها الفرن. عايزه اقول لكم ولا بتحتاج للبن ولا بيض ولا اي شيء، بتفضل طريه مهما اتحمرت، بتبقى طريه وجميله. عايزه اقول لكم اسهل من الرقاق يا جماعه، واسهل من الجلاش والكلام ده كله. بحط بقى كده كام رق معايا. طبعا حطيت برضو في الصينيه زبده، وهدهن كده فرشه زبده برضو علشان اطعم العيش معايا. هنحط بقى بقيه العصاك اللي اتبقى معانا، العصاج. ونحط برضو شويه جبنه نطعم كده بيها اللحمه. عندي بقى فلفلايه مخللها هقطعها كده، تقدري تحطي خيار مخلل، تحطي فلفل هالبينو، تقدري تحطي كل اللي انت حباه. وتقدروا كمان تغيروا نوع الحشوه نفسها. يعني عندكم افكار كتير، انا بديكم الفكره وانتوا تقدروا تغيروا في الافكار ديت. هنقفل بقى بالشكل ده. نحط بس شويه زبده لان ديت متقلبتش زي اختها، فمحتاجه زبده على الوش. هقطعها، وعايزه اقول لكم اللي تقدروا تقطعوها قبل وبعد، لان بتفضل طريه يا جماعه، مفيش اي قلق منها. نحط بقى بقيه الجبنه بالموتزاريلا بالشكل ده. نقدر بقى نعمل فراخ، نعمل تونه، نعمل جمبري، نعملها خضار، نعملها اي حشوه، بتبقى حلوه جدا يا جماعه وطعمها لذيذ جدا وسهله طبعا. تخش بقى الفرن على درجه حراره 180، بتاخد طبعا لون من ناحيتين، بتطلع بقى اقطعها كده. بصوا طريه جدا جدا وحلوه جدا.
اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وده كان فطارنا النهارده الصيام عامل معايا شغل. ده كان فطارنا النهارده يا جماعه. فطير شرقي زي ما انتم شايفين، والفراخ المكنه كنت عامله كمان توميه، والمخلل اللي احنا كنا مخللينه مع بعض. تعالوا شوفوا كده بقى الفطير، والله العظيم تحفه جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. بصوا الحلاوه والطراوه، جميل. يا سلام بقى لو تعملوا كده في عزومه، طبعا من سهولته، وطبعا كل الناس هتتبهر بيه من حلاوته. بصوا بقى الفراخ كمان معايا تحفه ازاي، شايفين جمالها. هحط لكم الطريقه بتاعتها في صندوق الوصف، اللي ما شافش الفيديو ينزل بسرعه يشوفها.